الطريق إلى المونديال، من التصفيات إلى كأس العالم. منتخبات فرضت نفسها في المونديال، بلاعبين سحبوا قميص فرقهم فرحا وحبا، ومناصرين تزينوا بألوان العالم تعلقا بالوطن. الطريق إلى المونديال يأتيكم كل يوم مع إدريس عموري على ريم راديو. يخوض المنتخب البرازيلي بطولة كأس العالم قطر 2022 وهو مرشح فوق العادة لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، ويسعى سيليساو إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم وإضافة النجمة السادسة، حيث سبق للبرازيل الفوز بالبطولة الأغلى في عالم كرة القدم 5 مرات، آخرها عام 2002 في مونديال كوريا الجنوبية واليابان. مسار رفاق نيمار في تصفية الكونميبول عن قارة أمريكا اللاتينية كان موفقا إلى بعد الحدود، إذ حقق المنتخب البرازيلي 14 انتصارا من 17 مباراة خاضوها في تصفيات، وبلغوا نقطتهم 45 بفارق 6 نقاط عن أقرب المطاردين منتخب الأرجنتين. وفي ذات التصفيات حققت البرازيل نتائج قوية، من أبرزها خماسية نظيفة في شباك بوليفيا، رباعية ل1 في شباك الأوروغواي، ورباعية أخرى في شباك تشيلي. وسيخوض منتخب البرازيل كأس العالم وهو مرشح فوق العادة للفوز باللقب، حيث تطور بشكل لافت تحت قيادة مدربهم الوطني أدينور ليوناردو باتشي الذي تولى قيادة المنتخب قبل 6 سنوات. وكانت البرازيل حينها مرشحة للفوز بكأس العالم 2018، لكنها خرجت من دور الربع على يد منتخب بلجيكا. واستمرت البرازيل في التطور، حيث توجت ببطولة كوبا أمريكا عام 2019 ووصلت إلى نهائي البطولة ذاتها عام 2021، لكنها خسرت أمام الأرجنتين. وهذا التطور اللافت في أداء سيليساو جعل المنتخب البرازيلي أول المتأهلين للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية، لتتربع البرازيل على عرش التصنيف العالمي للفيفا كأفضل منتخب في العالم.